كل شيء وارد، ولكن انا اقول الافضليه للهلال. ليش؟ لاسباب، مع ان كثير من جمهور الهلال يقول الهلال سيء. انا اقول الاسباب اللي خلتني اقول ان الهلال افضل من الاهلي. اولا دفاع الاهلي سيء، واظهره الاهلي حدث ولا حرج، وقوه الهلال في الاجنحه. طبعا الهلال في المباريات الاخيره لعب ضد انديه تقفل الملعب، يعني ضد انديه دفاعيه، والهلال يعاني ضد الانديه اللي تدافع، عكس الاهلي. الاهلي فريق هجومي يهاجم يفتح ملعب، والهلال يعشق الانديه اللي تفتح ملعب. عشان كذا الهلال يكون سيء، ومبارياته تكون مع الانديه الصغيره اللي تقفل الملعب اصعب من الانديه اللي تفك ملعب. زائد ان مدرب الهلال جيسوس ريح ياسر الشهراني في المباراه الماضيه اللي ضد مومباي عشان يكون في كامل جاهزيته في الكلاسيكو عشان يغطي رياض محرز. فاكيد ان جيسوس كان مفكر في مباراه الاهلي من قبل كم مباراه ومركز عليها. الهلال جاهز باستثناء نيمار، والاهلي هناك شكوك حول كيسيه وماكسيمان. اخيرا انا قلت توقعاتي لهذه المباراه ان الاهلي ما راح يحصل شيء مع الهلال، واتوقع انها ما راح تقل عن المباريات الماضيه اللي كلها اهداف، راح يكون فيها اهداف، ولكن بفارق 2 إلى 3 للهلال. هذه